الموضوع روح التبرع. أيها المستمعين، أنا ما جئت اليوم للفوز بمعنى الفوز الذي تعتقدونه، بل جئت لأفوز بأسر عواطفكم وسلب ألبابكم إلى الواقع المرير الذي نعيشه. ما من أحد منكم لا يندم على زمن مضى، وما من أحد لا يحاسب نفسه ويعود إليها. متى في الآونة الأخيرة تبرعت لمؤسسة معينة؟ متى فكرت ولو للحظة بمصير أولئك الناس؟ هل أصبح هذا الأمر عيبا أم شيئا مستحيلا؟ ما كنت اليوم أستطيع أن أقف هنا بينكم لولا شيئا واحد. ما كنت أستطيع أن أقف على هذا المنبر وأنال سماعا لولا مبدئي الذي ألتزم به وأجيله. إنني طفل، لكنني أعرف ما يجري من حولي، وأذكر كأي طفل ما علمتمونا في الصغر: إن أثمن ما في الكون مساعدة الغير. بدأت أفكاري تتكون حينما انفطر فؤادي ودمعت عيني بمشهد يقشعر الأبدان. رأيت هؤلاء الأولاد الذين يعانون من الجوع. شاهدت بأمي عيني العذاب والأطفال الذين يموتون على الشوارع، رفات دليلة ملقاة على الأرض. وهل يا إخوان اختفت قيمة روح البشر؟ نحن لا نعرف قيمة العذاب حينما ينفطر الجنان ويدمع الجفن. وما فائدة إظهار تلك المشاعر ما دامت تلك المشاعر لا تنقذ طفلا من الموت، وما دامت تلك المشاعر ساكنة في قلب حارمة طفل من الطفولة. أيها العقل الإنساني، كيف ضللت سبيلك؟ وكيف انتقلت من الصدور الأنسية إلى الصدور الوحشية؟ أيها الأهالي الكرام، في المدرسة والحضانة وحتى في الحياة اليومية تعلمون المساعدة واحترام الغير، لكن السؤال: كيف سنستجيب لكم ما دمتم لا تطبقون ما تقولون على أنفسكم؟ لماذا أيها الإنسان تضيع مالك في سبيل مغريات الدنيا ولا تستطيع دفع فلس واحد لإرجاع طفولة إلى قلب طفل حائر؟ لماذا؟ هل تخشى الإفلاس؟ من يملك منكم دموعا فلا يعدها لي، لأنها لن تجدي نفعا، بل بالعمل والتبرع لهؤلاء الأولاد الذين يعانون الفقر الشديد ويموتون في اليوم 1000 مرة ومرة. تتمزق أحشاءهم جوعا. لا تنسوا يا أصحاب، صوتي لوحدي لم يسمع، بل صوتنا جميعا. وإذا فكرتم لبرة فيما قلته فكم من طفل سيغدو ضاحكا. أخشى على صدوركم أن تنفجر حزنا حين تسمعون ما جرى لي. لقد كنت أتجول في إحدى الأحياء الفقيرة، فحينها صادفت ولدا قال لي: يا ليتني كنت غنيا. سألته: لماذا؟ فأجاب: لأطعم الأولاد الفقراء ليحيوا بسعادة. وهل هذا ليس من حقهم أن يعيشوا كمثل أطفال العالم؟ والله أحسدكم تهتفون وتحلمون بالمستقبل الزاهر والواعد، أن يصبح واحد طبيب والآخر مهندس وآخر معلم. أما نحن فلا نحلم إلا بكسرة خبز اليوم. وحسرتاه، الطفل مشدد في الشوارع يريد إعطاء المال للفقراء وهو غير قادر على إطعام نفسه. فالويل لنا مع كل هذه الخيرات. لا نكلف أنفسنا بالتبرع. ها أنا قد أوصلت رسالتي، والآن سأنزل عن المنصة. فلا تصفقوا لهذا الطفل التي أرادت أن تحثكم عن التغيير، بل نعم، صفقوا وبقوة إن كنتم موافقين على ما قلتم. شكرا.
شكرا للاخت وعد، طبعا الطالبه وعد وهي تبكي والدموع تسيل، كم هذا الموضوع مثير. شكرا لك وعد، يعطيك العافيه، الف عافيه. طبعا حسن الغالي للتالي زي ما بقولوا، انسان اللي له بيشتغل معنا من جمعه على المسيره واشتغل بشكل مكثف كثير، هن كثار اللي اشتغلوا، لكن رئيس المجلس المحلي حب يكرم ويعطي طبعا هديه بسيطه لابو نسيب نصر الدين على امله خلال المسيره، ونقول له الف شكر في اسم المركز الثقافي في اسم رئيس المجلس المحلي، وبندعيك على المنصه حتى تستلم هذا الهديه المتواضعه.